عاوز تتشهر وتركب الترند ويبقى رقم واحد في مصر وتكسر الدنيا؟ تعال اقول لك هتعمل ايه. لو انت راجل، اطلع اعمل فيديو وهاجم الرجاله، وقول بقى ازاي الرجاله تعامل زوجاتهم بالطريقه بقى كيت وكيت بقى ورفقا بالقوارير، وهات بقى كل الكلام الحلو اللي يخدم على كلامك. ولو انت ست بقى، اطلع اعملي فيديو وهاجمي في الستات، وقول ازاي الست تعامل فرعونها وطاعة الزوج بقى، وشويه كلام حلو من اللي هيخدم على الكلام ده. الناس عموما بتحب اللي يدافع عن وجهه نظرهم، بالذات لو كان من الطرف الثاني، عشان يفضلوا يقولوا وشاهد شاهد من اهلها ويزيطوا مع الزيطه. مش مهم بقى مفاهيم المجتمع تتبرجل او يحصل لخبطه في القيم والمبادئ بتاعت الناس، المهم انك ركبت الترند. ولو الترند نزل او اتنسى، بسيطه برضه، هقول لك تعمل ايه. هترجع تعمل فيديو تاني وتعلن ان انت اتجوزت وانك غيرت رايك، وترجع تهاجم الناس اللي كنت بتدافع عنهم في الاول. هترجع الناس تزيد معاك في الزيطه ويرجعوا يشيروا فيديوهاتك القديمه ويقول لك اهو رجع في كلامه بمجرد بس انه اتجوز وشاف اللي احنا شايفينه. وتعالى نام بالليل بقى وانت فرحان ومبسوط كده وضميرك مرتاح، حتى لو كنت سبب في انحلال المجتمع وانحدار اخلاقه. كل ده مش مهم، المهم انك ركبت الترند. استقيموا يرحمكم الله.